يا جمهور العميد، يا ذهب المدرج، يا أهل الشعار اللي ما ينطفي نوره، حياكم الله في شبكة الاتحاد 24، الصوت اللي ولد عشان يدافع عن الاتحاد ويحمي حقه في كل خطوة. قبل نبدأ، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا الله عشان البركة تحل ويبدأ كلامنا على خير. هالقناة واقفة مع الاتحاد قلبا وقالبا، واقفة ضد أي حملة، ضد أي ظلم، ضد أي محاولة تشويه، وهنا نقولها بصوت عالي. شبكة الاتحاد 24 موجودة للدفاع عن الاتحاد وتقديم الحقيقة مثل ما هي، بدون تردد وبدون خوف. والآن يا جمهور الذهب نجي للدعم الحقيقي اللي يرفع القناة ويقوي صوتكم. الاشتراك في القناة لا تفوته، الانتساب دعم كبير يساعدنا نواصل، اللايك يرفع الفيديو ويوصل صوت الاتحاد أبعد، التعليق يفتح باب النقاش ويقوي حضور الاتحاد، مشاركة المحتوى في الجروبات وفي السوشيال ميديا هذه أقوى دعاية للقناة. كل ضغطة منكم تعني إن صوت الاتحاد أقوى وإن كلمة العميد ما يقدر أحد يطفيها. شبكة الاتحاد 24 درع الاتحاد الإعلامي ومنبر جماهير الذهب، واللي يحاول يوقف قدام العميد يعرف أن جمهور الاتحاد يطير لدبي، معسكر ما فيه مزح ولا هدوء. يا جماعة، الاتحاد اليوم غادر جدة متجئا إلى دبي، والوجهة مو رحلة استجمام ولا تغيير جو، الوجهة معسكر كسر عظم قبل عودة المنافسات بعد توقف كأس العرب 2025. الفريق بكامل عناصره الإدارية والفنية واللاعبين المتواجدين في جدة شدوا الرحال، والبرتغالي سيرجيو كونسيساو واقف بنفسه على كل تفصيلة. الرجل جاي يشتغل صح، يبني شخصية فريق ما يعرف الاستسلام. الاتحاد بيبدأ تدريباته من اليوم هناك، أول حصة تدريبية رسمية على الأراضي الإماراتية، ومخطط المعسكر يستمر إلى يوم 14 ديسمبر. جدول مضغوط، تمارين مكثفة وتطبيقات تكتيكية ما فيها هزار. العميد يدخل المعسكر وهو يعرف تماماً أن الفترة الجاية ما تحتمل الأخطاء. دوري، آسيا وكأس الملك، 3 بطولات يشارك فيها النادي، ولابد من عودة اتحاد مختلف، اتحاد يوجع، اتحاد يرج الدوري من جديد. المعسكر ما جاي بس لتحسين اللياقة، لا، جاي عشان ترتيب البيت الاتحادي، رفع مستوى الانسجام وتصحيح المسار قبل ما تبدأ المعمعة الكبيرة. الجماهير تنتظر والدعم موجود، بس المطلوب الآن عمل عمل وعمل بس. بنزيما يشعل دبي قبل المعسكر، صورة كسرت الصمت. قبل لا يبدأ المعسكر رسمياً، الفرنسي كريم بنزيما قلب الموازين ونزل صورة في انستغرام وهو يتدرب داخل الصالة الرياضية بدبي. صورة بسيطة؟ لا، الصورة كانت رسالة واضحة وقوية: أنا جاهز وأنا راجع أثبت نفسي، واللي طاح يرجع أقوى. بنزيما حضر لدبي قبل انطلاق معسكر الاتحاد، وبدأ تدريباته الفردية استعدادا للدخول مع المجموعة، وكأن الرجل يقول: ما عاد فيه إصابات، ما عاد فيه أعذار، الجاهزية كاملة والرد بيكون داخل الملعب. الاتحاد يبدأ معسكره غدا الأحد وبمشاركة كل الأجانب، واللي تابع الصورة يعرف أن بنزيما داخل المرحلة القادمة بعقلية جديدة، جدية أكثر ورغبة أعلى في التعويض. الاتحاد هذا الموسم يلعب في 3 جبهات: دوري روشن وهو في المركز السابع ب14 نقطة، دوري أبطال آسيا للنخبة وهو ثامن مجموعته ب6 نقاط، وكأس الملك اللي وصل فيها نصف النهائي. يعني يا بنزيما، يا أجانب، يا محليين، ما فيه وقت للراحة ولا للتصريحات، الوقت الآن للملعب، للعرق وللعودة اللي تهز الملاعب. الاتحاديين كلهم ينتظرون كلمة واحدة من الفريق: رجعنا، خلاص رجعنا. ملف التجديدات يشتعل، إدارة الاتحاد تحمي البيت قبل المعارك. يا جماعة، فيه ملف ضخم ومهم جدا صار فوق طاولة نادي الاتحاد هالأيام، والموضوع ما عاد مجرد كلام صحف. الإدارة بدأت تشتغل فعليا على تجديد عقود اللاعبين اللي قربت تنتهي، وتحريك الملف هذا يعني شيء واحد: الاتحاد يبني للمستقبل وما يفرط في أي ركن من أركان الفريق. التقارير تؤكد أن الإدارة هدفها الأول هو الاستقرار،
استقرار غرفة الملابس، الهيكل الأساسي وركائز الفريق اللي يعتمد عليها المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو خلال باقي الموسم، سواء في دوري روشن، آسيا للنخبة أو كأس الملك. والدليل، الإدارة أعلنت رسمياً قبل أيام تجديد عقد الدوري السعودي عبد الرحمن العبود، لاعب مهم بقطعة هجومية ما تتعوض، واللي صار أنه وقع موسم إضافي ورسمياً يستمر مع العميد حتى 2027. تجديد العبود مو خطوة عادية، هو بيان واضح، الاتحاد ما يفرط في نجومه والباب مقفل أمام أي نادي. قبل يدخل الفترة الحرة، الاتحاد يقفل الموضوع ويأمن دانيلو. أما الخبر الثاني فهو ضربة احترافية من مستوى عالي. إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق رسمي مع المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا لتجديد عقده موسم إضافي. عقدها الحالي كان ينتهي في 30 يونيو 2026، لكن الإدارة تحركت بدري قبل يدخل الفترة الحرة، قبل تبدأ المزايدات، قبل ما يجي عرض يخلب الحسابات. الخطوة هذه ما هي عبث، دانيلو لاعب مهم جدا في مشروع كونسيساو، والبرتغالي يعرف قدرات اللاعب من أول يوم دخل النادي. الإدارة الجداوية لعبتها صح، سكرت الباب، أمنت اللاعب وحمت خط الدفاع من أي هزة مستقبلية. الاتحاد اليوم ما يبني فريق موسم، الاتحاد يبني مشروع لسنوات، مشروع يشارك فيه كل لاعب يثبت نفسه، وكل نجم يقدم للكيان قبل يقدم لنفسه. الجماهير الاتحادية تشوف هالتحركات وتعرف أن النادي راجع بثبات وبخطوات محسوبة، ولسه باقي ملفات ثانية وباقي شغل أكبر، لكن الأكيد الاتحاد يحمي نجومه قبل لا يبدأ وقت الحسم. كونسيساو يحسمها ويقص الثنائي من حساباته بلا رجعة. يا جماعة الخير، المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو ما يحب الدوران ولا يعرف المجاملة، الرجال يشتغل بعقله وباللي يشوفه داخل الملعب فقط. اليوم وصل قرار مهم جدا، قرار يهز غرفة الملابس. عوض الناصري وعبد العزيز البيشي خارج الاتحاد في الشتوية. القرار جاء بعد تقييم شامل لكل لاعب من يوم مسك كونسيساو زمام الفريق، والبرتغالي ما شاف من الثنائي أي إضافة تخليه يبني عليهم مشروعه القادم. الناصري ما لعب دقيقة، والبيشي نفس الوضع، غياب تام من يوم جاء البرتغالي. والمدرب ما يمشي بالعاطفة، يمشي بالجاهزية، بالالتزام وباللي يقدر يطبق فكره داخل الملعب. كونسيساو طالب رسمياً بإحضار عناصر محلية جديدة تصنع الفارق، تعطيه قوة أكبر في الوسط وتناسب طريقته التكتيكية اللي تعتمد على الانضباط والضغط والسرعة. وبكل صراحة، قرار إخراجهم يؤكد أن المرحلة الجاية مرحلة غربلة، مرحلة ما يبقى فيها إلا اللاعب اللي يقدر يعكس روح العميد. الاتحاد ماشي تجاه إعادة بناء الفريق، والثنائي صاروا رسمياً برا حسابات الجهاز الفني قبل ما يفتح سوق الشتوي. الاتحاد يفتح خط النار مع ليفربول، وصلاح على الرادار من جديد. أما الخبر الثاني فهنا الاحتفال الحقيقي يا اتحاديين. المصادر تأكد أن نادي الاتحاد فتح خط المفاوضات من جديد مع ليفربول، يسألون عن إمكانية ضم النجم المصري العالمي محمد صلاح في الشتوية. إيه نعم، الاتحاد رجع للملف اللي رجع أوروبا كلها في صيف 2023، العرض التاريخي اللي وصل 150 مليون باوند واللي ليفربول رفضه وقتها. اليوم الوضع غير، صلاح فقد مركزه الأساسي في بعض المباريات، اللاعب مو مرتاح، وليفربول صار لأول مرة يفكر يسمع العروض. الاتحاد يتحرك، ومصادر تقول إن الإدارة تبغى صفقة هزة تعيد الهيبة وتعلن أن العميد راجع للمشهد الآسيوي والعالمي بطريقة ما شفناها من قبل. العقد الحالي لصلاح ينتهي في 2027، بس الأجواء تشير أن الشتوية ممكن تكون نقطة التحول. تخيلوا صلاح بقميص الاتحاد، معسكر دبي، آسيا للنخبة، نصف نهائي كأس الملك ودوري روشن، يا ساتر، المدرج الاتحادي بيولع نار. الاتحاد ما يدخل مفاوضة إلا وهو ناوي يكملها، والأيام الجاية قد تحمل أكبر خبر في تاريخ النادي لو مشت الأمور بالطريقة الصحيحة. وبكذا يا جمهور الذهب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، لكن صوت الاتحاد ما ينتهي وصوت المدرج ما يسكت. إحنا هنا بشبكة الاتحاد 24 باقين واقفين
ندافع عن الاتحاد ونكشف الحقيقة ونقول كلمة الحق ولو ما عجبت أحد. لا تنسون يا عشاق العميد الاشتراك في القناة، الانتساب، اللايك وكتابة تعليقاتكم ومشاركة الفيديو في كل جروب واتساب وتويتر وسناب. دعمكم هو السلاح اللي نقاوم فيه أي ظلم، والدرع اللي نحمي فيه الاتحاد من كل حملة. شبكة الاتحاد 24 صوت المدرج ودرع العميد الإعلامي، ومهما حاولوا يوقفون الاتحاد نقول لهم العميد ما ينكسر وجمهوره ما يعرف يتراجع. نشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.